السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين، صباح الرضا من رب العالمين. تعالوا نصلي على النبي ونخش على المطبخ نشوف الأكلة التحفة دي. احنا عاملين النهاردة ايه؟ كانيلوني، مكرونة ايطالي. مكرونة حلوة قوي على فكرة، بس ما يعني متتباعش في اي سوبر ماركت. السوبر ماركات الكبيرة بس هتلاقوها فيها. انا هنا جبت يعني اكتر من النص كيلو لحمة. يعني انا جبت ربع كيلو لحمة مفرومة فلقيتها حمرة، ففرمت عليها بتاع 100 جرام لحمة ملبسة كده، يعني ازيد من الربع. فرمتها وعليها وحطيتها، عملت لها بصلتين وحطيت عليها معلقتين من الصلصة كده زي ما انتوا شايفين، وحطيت ملح وفلفل بس. دي اللحمة المفرومة. طبعا انا سبتها على ما نشفت ورحت جيت زودتها بتاع نص كوباية مية عشان تستوي. خلاص. وهنا جبت 4 معالق دقيق بالظبط، نفس الكمية بتاعت الصينية العادية، بس ده البشاميل ده انا عاملاه خفيف شوية. خلاص. وجبت السمنة حمرته. طبعا انا بعد ما حطيته في الحلة دي لقيت ايه الحلة يعني مش هتكفي البشاميل، ان انا كنت عايزاه خفيف فالحلة كانت صغيرة، فنقلته في حلة تانية. طبعا انا هنا جيت حمرته هو زي ما انتوا شايفين، وبعدين حطيت عليه بقى ايه كيلو لبن بالظبط، كيلو لبن. وزودت مثلا على الكيلو اللبن هنقول كوبايتين مية. انا في العادة بعمل البشاميل نص مية ونص لبن او شوربة ولبن، فكان اللبن موجود فحطيت بقى بصراحة لبن كتير المرة دي. وبعدين ايه حطيت بقى ايه عليه ملح وفلفل وفصين ماجي على البشاميل بس كده. خلاص هو بقى يستوي. طبعا احنا عارفين البشاميل اول ما يبقلل بيبقى كده خلاص استوى نهائي، يعني احنا عايزين نسوي. طبعا انا لقيت الحلة صغيرة ففضيت البشاميل اللي هو بصوا تقل بسرعة. طبعا الكمية قليلة، عايز لبن تاني، فعمالة احط برضو ايه مش هتنفع الحلة دي. قمت نقلة في حلة تانية. بصراحة المكرونة دي تحفة وتستاهل ان انتوا تجربوها. هنا طبعا انا نقلت اهو، زودت المية وزودت اللبن تاني وحطيت ادي الماجي والملح والحبة الفلفل بتوع البشاميل. خلاص. انا طبعا خلتني ورا البشاميل لحد ما استوى تماما، وهنا اللحمة كانت خلاص برضو اتسبكت. وايه البشاميل اللي بقى شايفين سمكه بصوا خفيف. هنا طبعا جبت البايركس ده وحطيت فيه بقى ايه بشاميل كويس كده بتاع كبشتين، كبشتين 3. حطي ان المكرونه دي بقى بصوا شايفين شكلها عامل ازاي، بتبقى نيه وعامله زي المواسير كده. بصوا دي شكل المكرونه اهي، ما يغركوش شكلها. هي لما بتستوي بتبقى الطبقه بتاعتها سميكه كده وبتبقى فيها مكرونه، ما تقولوش بقى دي صغيره وكده، لا. انا بصوا بقى عملت ايه، هي بتتعمل كده، بتتحشي لحمه. خلاص. وهنا عملت الكميه كلها. وبصوا بقى كل البشاميل اللي فضيته عليها. بصوا البشاميل خفيف، ان طبعا المكرونه نيه وانا عايزاها تستوي. طبعا انا مشغله الفرن بقالي بتاع ربع ساعه 10 دقايق، عايزاه يسخن. وايه وعشان هحط الصينيه على الشبكه في النص وخليها تستوي، سيبيها ساعه في الفرن. هنا بقى ايه نزلت بكل البشاميل، خليت الطبق المكرونه مش باينه خالص زي ما انتوا شايفين كده. بصوا نفس مقادير البشاميل العاديه، لكن خففيه زي ما انتوا شفتوا كده عشان المكرونه تستوي. طبعا اهو شايفين المكرونه مش باينه خالص. وهنا حطيتها في الفرن. طبعا انا قلت يعني دي مش هتكفينا، فجبت هنا بتاع كيلو بطاطس قطعته مكعبات. وجبت كنت جايبه وراك بشرت بصلتين وحطيت 4 بتاع دوت ليمونتين. وحطيت شويه مستردة وشويه زيت، يعني الخلطه بتاعت الشوي، لكن انا ايه هحط تحتها بطاطس. بتبقى الطريقه دي حلوه جدا. ومعلقتين صلصه وممكن ما تحطيش صلصه. وحطيت شويه صويا صوص عليها عشان تدي اللون المظبوط كده. وايه وطبعا ملح وفلفل، ولو عندك بهارات الشوي حطي، ما عندكيش بقى ممكن تحطي البهارات بتاعتك بتاعت الاكل اللي هي ال7 بهارات دي. وتحطي بقى البهارات اللي عندك كلها وتظبطي عشان خاطر دي بقى ايه الفراخ دي هتتشوي. خلاص. هي هتتشوي بس احنا بنحط تحتها البطاطس تبقى طعمها خطير وبتبقى خفيفة جدا. وطبعا حطيت عليها فص ماجي. وحطيت جبت الفراخ بقى كده دعكتها في التتبيلة دي. وبعدين كنت مقطعه البطاطس مكعبات زي ما انتوا شفتوا، حطيتها كده. وبعدين حطيت عليها بقى بعد ما خلصت خدت بقيه التتبيله اللي فاضت وهجيبها افضيها في نفس الصينيه. وهنحط عليها نرص الفراخ من فوق.
ونحط مثلا هنقول بتاع نص كوباية مية او كوباية الا ربع مية عليها. هي الفراخ بتنزل مية بس للامان يعني، عشان طبعا انت هتديها غلوة على النار وتحطيها في الفرن. اهو كده كده الفرن عندي شغال ومفيش اي مشكلة. وايه يبقى الاكل يعني ايه، حاجات متناسقة مع بعضها كلها خفيفة وحاجات حلوة جدا يعني. ممكن تعمليها في عزومة، في حاجة مستعجلة. بصوا الاكل ده ما خدش معايا ساعة ونص. اهو الفراخ زي ما انتوا شايفين، ورصيت كده صينية البطاطس. طبعا حطيت عليها شوية مية زي ما قلنا، وظبطت الملح وحطيتها على النار خدت غلوة اهو. يا دوبك بس سخنت كده وخدت ودت مع نفسها، وحطيتها في الفرن. طلعت تقريبا مع المكرونة يعني. اهو خدت لها برضو هنقول بتاع ساعة في الفرن، طلعت مشوية وتحفة. طبعا هتشوفوا الاكل كله زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو، وهوريكم تاني في الاخر وانا بقى بعد ما الاكل كله استوى كان عامل ازاي. بس خلاص كده هو كان شكل الاكل بقى. وادي الفراخ طالعه تحفه، وشايفين صينيه البطاطس وشويه رز ابيض. بصراحه المكرونه دي طلعت احلى من كنت متوقعه. وبعدين بقى الاحلى واحلى فيها لما تاكليها بارده. هي كده سخنه سخنه جدا ما استطعمناهاش، بارده بقى تستطعموها. بالف هنا وشوف على قلبكم. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.